طبعا بسبب غلاء المعيشة اللي كلنا متأثرين بيه لازم يكون في بدايل لحاجات كتير، وأهمها البروتين الحيواني. النهاردة هعمل معاكم أحلى وأطعم طبق عدس بجبة. معايا هنا نص كيلو من العدس، ضفت له مية وهسلقه نص سوا، وهضيف له ملح وكمون. تمام. بعد كده في حلة تانية على النار هضيف زيت، وهحمر بصلة كبيرة مع فلفل رومي وفلفل حار. وطبعا الفلفل الحار مع العدس بيدي طعم حلو جدا. هضيف كمان ملح وفلفل وبابريكا وكمون ومعلقة سكر عشان الصلصة. هحمرهم واشوحهم كويس مع بعض لحد ما يبدأ اللون بتاع البصل يعني يدخل دهبي بسيط. هضيف معلقة من الثوم المفروم وهحمرها معاهم. بعد كده هضيف معلقة من معجون صلصة الطماطم. تمام. وهكون مجهزة عندي حوالي نص كيلو من عصير الطماطم الفريش، وهسيبهم مع بعض يتسبكوا. في الوقت ده بيكون العدس بيستوي. طبعا زي ما قلت لكم احنا هنسويه نص تسويه بس. زي ما احنا كده شايفين مع بعض ان الحبايه زي ما هي ما فتحتش مننا ولا اتهرت. التسبيكه كده عندنا جاهزه. هصفي العدس واشطفه من الميه بتاعته وهضيفه للتسبيكه. وممكن نضيف له كوبايه ميه اذا حسينا ان تسبيكه الطماطم قلت عندنا. هغطيه واسيبه يستوي، هياخد حوالي 10 دقايق. عايزه اقول لكم ان العدس بجبه فيه نسبه عاليه قوي من المغنيسيوم والفوليك اسيد، غير ان هو بيقلل نسبه الكوليسترول الضار، وبيرفع من الكوليسترول المفيد، وبيخفض من نسبه السكر في الدم لمرضى السكر. واهم فايده فيه ان فيه نفس البروتين اللي موجود في اللحمه. هعمل له بقى هنا احلى طشه هتاخده في حته تانية خالص. هنجيب معلقتين سمنه بلدي او اي نوع سمنه متوفر، هنضيف فيهم معلقه ثوم مفروم، وهحمر الثوم كويس جدا. واول ما الثوم يبدا لونه يتغير ويدخل للون الذهبي هضيف لهم معلقتين من الكزبره الناشفه. طبعا انا ما بضيفش الكزبره في الاول مع الثوم، عشان طبعا لو ضفتها في الاول هتتحمر بسرعه قبل الثوم وهتبقى مره. بكده التقليه جاهزه. هنضيفها للعدس، وبجد مش قادره اقول لكم الريحه روعه قد ايه. التقليه دي اخدت العدس في حته تانية خالص. ممكن يتاكل مع رز بشعريه او مكرونه او عيش، ويا سلام لو في ليمون مخلل. وبألف صحه وهنا، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب.